مرحبا الاخ العبدالي، مرحبا بالساده المشاهدين. مرة أخرى وكيضيع الهدف الأول. اختتمت بالقائم الأيمن. أول محاولة كان بإمكان أننا نشوفوا الكرة داخل الشباك، الكرة تفضل القائم الأيمن الوقت نشوفوا التدوير ديال اللاعبين كرة ديالنا. مسرار. الهدف الأول، الهدف الأول المنتخب الوطني المغربي. انطلقنا وكنسجلوا الهدف الأول. مسرار يسعدنا، مسرار بسعادة كيعلن على افتتاح التسجيل في المباراة ديال اليوم. ودائما السؤال ماشي واش غادي ننتصر، ولكن بشحال غادي ننتصر ان شاء الله. فهدف كان جميل، فكان تم الارتكاز على اللاعب سفيان بوريط، وكانت ثنائيه جميله اللي حضر بها سفيان مسرار اللي نهى المنتخب الليبي، وبذلك فهو منافسه ديال كاس افريقيا. محاوله الصويبه امازال اسماعيل، امازال من الكرات الرائعه انك تجي كره بهذا الشكل وتسددها برجل يسرى. ولا ديال المرور امام الحارس، كتمر فرصه عند الشعراوي الحارس ما كاينش فرصه. هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي. جوج ديال الاهداف مقابل لا شيء. البدايه جيده ورائعه. الحراسه الدفاعيه فرديه صويبه لا 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 لا، من اروع ما يكون صويبه صاروخيه موال الجميع، ووضع الكره في الشباك معلنا عن هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي. هذا هو اللاعب اللي يعني كيخلينا في واحد النسق ديال الكره ضربه بشكل هادئ، ولكن قذيفه صاروخيه من الصعب ايقافها. ولكن اسمح لي شاب جماليتها نشوفوها. لاحظوا الحارس كان كيبحث فقط باش يشوف المسار ديال الكره تلقى في الشباك. فبلال فهو انه سنتين، فهو لازم يكون عنده سيناريوهات اخرى، استراتيجيات اخرى في المقابلات. ما يكتفيش غير يتسجل عليه ويرجع للخلف. فكنظن هذا منظور ديال المدربين. المدرب ديالنا فهو مدرب اللي عطى واحد الدقه، وبالتالي ولينا كنشوفوا كره جميله، كره شامله اللي كره ممتازه هذه اللي كتعطينا واحد الاداء جيد. وبالتالي فكنظن بان التف عده دول ولاعب يوسف جواد. عمليه ديال المرور مع اسماعيل صويبه. لا 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 لا، هذه شاب، هذه تدرس، هذه تدرس لانه جماليه ديال الهدف، وكذلك اللي خرج بها المنتخب المغربي على شكل مثلث. كذلك شفنا التمريره ديال يوسف جواد كيفاش بحث على ثنائيه مع انزان. فخلينا يوسف جواد قاعده شوف هي طريقه ديال التمرير. يوسف جواد تماما انسيا، ما زاد ما نقص. الكره دقيقه في الارجل ديال اللاعبين مع بعض يسمى بعض المنتخب. تسجيل لعب كره بشكل جيد قبلها، فيحاول ان يعطي كل المعطيات. هدف جميل للمنتخب الوطني المغربي. الكره غادي تشوفوا كيفاش غادي يجي، وغادي يدير واحد البلوك او التغطيه الشامله المجال ديال التصويب اللاعب، وبالتالي فتح الزاويه. وسفيان مسرار الدقه. الشعراوي كتحس به لاعب فنان متحرر من كل الضغوط وكيلعب بصوره جيده. يعني الشعراوي بوريط مثلثات قصيره، وكنشوفوا المنتخب الليبي فهو جميله فرصه ديال المنتخب الوطني المغربي. بوريط كان بامكانه انه يكمل الكره ديالو. اللي ممتاز هو هذه التمريره ديال الرئيس الفني، كيفاش انه عطاه كره مؤطره واللي واخد البادره. ونتمنوا نشوفوا اهداف اخرى. محاوله جميله. بلال بقالي